الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. يقول وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي: تعطي الأولوية في النظام الحالي للمصالح الأفغانية والإسلامية، وأضاف أن الوضع في أفغانستان تحسن كثيرا والأمن العام مكفول. رحب المواطنون بقرارات سماحة أمير المؤمنين حفظه الله تعالى التي تم بموجه به إعلان حظر التعيينات على أساس العلاقات والقرابة في المؤسسات الحكومية وزراعة الحشيش. قام الهلال الأحمر الأفغاني بإحالة 18 طفلا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى مستشفى أريانا بالعاصمة كابول لإجراء العمليات الجراحية والعلاج. في الأشهر 8 الماضية أحال الهلال الأحمر الأفغاني 761 طفلا إلى المستشفيات المختلفة في العاصمة كابول. قال السفير الإيراني لدى أفغانستان في لقائه مع وزير الخارجية أن بلده مستعد لشراء المنتجات والفواكه الأفغانية بسعر جيد وتقديم المساعدات الشاملة للمزارعين الأفغان في مجال التنمية الزراعية. قال وكيل البث بوزارة الإعلام والثقافة مهاجر الفراحي في ندوة وحدة القبائل وانسجامها: ليس منا من لا يعتبر القيم الإسلامية ويعمل لصالح الأجانب. قال حاكم كابول الشيخ محمد قاسم خالد في كلمته ألقاها في ندوة وحدة القبائل وانسجامها: إنه تم إحراز تقدم كبير في مجال التعليم وتحسنت نوعيته أكثر من قبل. أقال العديد من المسؤولين أبناءهم من مناصبهم بعد أن أمر سماحة أمير المؤمنين حفظه الله بإقالة أبناء المنتخبين من قبل المسؤولين في الدوائر والوزارات الحكومية. صرحت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: سيوقف بيع الذهب غير المعياري في أفغانستان، ويجب على جميع السائغين أن يوفروا معياره. وتضيف هذه الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين في هذا السياق.